حبايبي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبايبي وحشني 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 من آخر فيديو، والله انتوا عاملين ايه؟ خش بقى نقول ايه، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وصحبه وسلم. طبعا انتوا شفتوا اللقطة بتاعت الفطار دي، كنت بفطر معاكم طبعا. نخش بقى طبعا على روتيننا، على فيديوهنا، على نظافتنا، يعني بصوا اللي تحسبوه. الأول البت كنزي عايزة تسلم عليكم. ازيكم؟ انتوا وحشتوني من ساعة الفيديو اللي فات. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا رب يا رب تكونوا بخير، يا رب يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة وكل حاجة حلوة، وكل حاجة حلوة فيكم حبايبنا. عاملين ايه؟ وحشني كتير 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 من آخر فيديو اللي فات ده. هنا بقى بنخش ايه على اوضه النوم. اوضه النوم دي بقى انا ما اقولكمش، اقول لكم بقى ايه بكل صراحه. اوضه النوم دي قولوا مخزن، قولوا كل حاجه فيها، عاملينها زي مخزن. كل اللي معاه حاجه يشيل في اوضه النوم، يشيل في اوضه النوم، كل حاجه محطوطه في اوضه النوم. بصوا، شكاير، هدوم، كل حاجه تتخيلوها يلا دخلوا في اوضه النوم دي. ما بترقش اوضه النوم دي عند ام حماده، ما بترقش. كل اللي معاه حاجه يحطها. الحاجات اللي انا بحطها قدامكم دي بتاعت ام طوقه، اللي انا بحطها فوق التلفزيون دي بتاعت ام طوقه. الهدوم اللي انا برصها دي قدامكم دي اهي بتاعت حماده. كل اللي معاه حاجه يخش يحطها في اوضه النوم، ما بترقش نهائي نهائي. انا مش عارفه اعمل ايه، انا بصراحه انا مش عارفه اعمل ايه. ما عندكمش مكان تاخدوني معاكم فيه؟ اللي عندها مكان تاخدني عندها، من اوضه النوم بس، من اوضه النوم بس. ادي وادي حزام حماده. كل اللي عنده حاجه، اللي كل، وكمان ايه اقول لكم كمان، اللي عايزه تروق شقتها وعندها حاجه مضايقاها، طب يلا اما احطها بقى عند ام حماده. ان كانت ام كنزي، ان كانت ام عمرو، ان كانت ام تقى، ربنا يخليهم يا رب ويحطوا. بصوا دي كلها دي هدوم اهو. ديك بقى كده دي البيضات بتاعت الكنب اهو، هطبقها معاكم. انما الكيس اللي محطوط ده هدوم، اشي صيفي نشيل الصيفي، نحط الشتوي، نشيل الشتوي نحط الصيفي بالمنظر ده. وطبعا انتوا عارفين مش انا بس، الدواليب كلها ما بتشيلش هدوم، لازم يبقى كده، مش عند ام حماده بس يعني. اهو ربنا يخلي يا رب اللي بيلبس ويخلي يا رب لكل عين رجاها يا رب. هنا بنطبق البياضات عشان خاطر كانت ما كنت انا غسلاها وحطيتها على الكنب كده اهو. وعلى كل، اقول ايه، هخش اطبقها، اخش اطبق، ابص الاقي نفسي امسك حاجه انساها، ابص الاقي نفسي امسك حاجه انساها بالمنظر ده. جه دورها بقى وانا بنظف كده في الاوضه، اجي دورها ان انا بقى اطبقها اهي واشيلها. كنت غسلاها اهي وحطيتها كده اهو، ما صدقتش ان هي نشفت ورحت حطها زي ما انتوا شايفينها كده اهو. واللي ورا ديك برضو هدوم انا كنت مطبقاها، يعني انا مش مطبقاها معاكم كده، لا انا كنت مطبقاها وعلى ذمه برضو ان انا ايه احطها في الدولاب. ابص ممكن اكون حاجه حطها على النار، لا اجري على الحاجه اللي على النار اقول لحسن تتحرق واسيب اللي في ايدي بالمنظر ده كده. وهنعمل ايه، هو كده. وبعدين اليوم بتاع الشتاء بسم الله الرحمن الرحيم ما بقاش فيه مسافة ما تقوم تصلي الظهر تبص تلاقي المغرب اتدنت ازاي وفين ما تعرفيش. هو يوم الشتاء بيبقى كده ما فيهوش. اهو ربنا يبارك لنا، يبارك لنا في وقتنا يا رب. اهو بصوا زي ما انتوا شايفين كده اهو. كده بقى لما باجي اجيبها بتبقى زي الايه، زي المكوية حلوة اهو. حطيتها انا طبعا في الضرفة بتاعتها. وهنا بقى نفضت الكنبه زي كده بقى زي ما انتوا شايفين. انا نفضت الاول الشباك زي ما انتوا شفتوا. وهنا بصوا بقى انا عملت نفضت البياضه برضو والحته اللي فوق ديك اهو وظبطتها.
دي الكنبه التالتة انا حطاها في اوضه النوم، عشان طبعا ما فيش مكان جوه في بره في الريسبشن، فروحت حطاها هنا في اوضه النوم. والله قلت للعيال حد ياخدها يحطها في شقته توسع لي شويه. يقول لك احنا ناخد الكنب البلدي. طب ما هو انا دوك اللي انا امي مجوزاني بيه ارميه، وده من ريحتها مش هين عليا بصراحه افرط فيه ولا اعمل فيه حاجه صراحه، يعني اقول لا ده من ريحه امي، الله يرحمها، الله يرحمها ويغفر لها. وادي السرير بقى هنا اهو، بنضف كده البتاع دوك المراتب. انا مراتبي قطن، والقطن دوك اللي برضو امي متجوزاني بيه. يعني انا بحتفظ بحاجتي بصراحه. وقولت المراتب الجاهزه دي انا ما يعني انا ماليش فيها، مش ان هي وحشه ومش ان هي لا، بس انا يعني طلعت لقيت القطن خلاص محتفظه بالقطن. هنا بقى ملايه نظيفه اهي زي ما انتم شايفين كده. وبره برضو في السراير برضو التانية الفردانية دي برضو قطن. عندي الحاجة ارميها حرام، وشغالة وماشية. ابص بقى كان هعدلها تاني عشان اجيب دي زي دي كده. بصوا المخدات اهو، وادي الخدادية بس كده. يلا وادي هنا السجادة دي احنا كنا غسلينها وطلعتها عشان افرشها بقى بره. والبطانية دي كده حطيتها في الشمس شوية عشان قلت تتحمص وتبقى حلوة كده في الشمس، ورجعت جبتها اهو زي ما انتوا شايفين. يلا امسك بقى ايه الدولاب ده كده، انا نفضته بس لقيته برضو ايه زي يعني مجير، لا رحت جايبه بقى الفوطه كده مبلوله ميه مش ولا اي حاجه، وقلت بس ايه المع كده لمع عشان لو في تراب ولا حاجه اتربها اروح مسحها. انتوا عارفين ام حماده بتعاني من التراب، انتوا عارفين اللي مع ام حماده عارف اهو زي ما انتوا شايفين كده. يلا اروح مسحه كده اهو على الماشي كده، بس بيلم ايه ان كان تراب او حاجه، الفوطه بتلم التراب عشان يبقى كل حاجه كده نظيفه اهو. يلا حبايب قلبي، بص انا ام حماده مش بتعلمكم، انتوا يمكن انضف من ام حماده، بس ايه يعني احنا بنعلم بعضينا وبنشجع بعضينا بس. وانا على طول بقول لكم كده عشان ما تقولوش ام حماده بتعلمنا ولا بتورينا، لا ممكن ان انا اشجعك، ممكن ان احنا نعلم بعضينا، تقولي لي حاجه في الكومنتات اعرفها. هنا بقى ده الغسيل اللي طلع بحطه كده في السبت واروح جره منه بقى ايه